مساء الخير. الأجواء حارة غدا الجمعة بالجنوب الشرقي منطقة الشرق وبجنوب الريف وكذلك بالسهول الداخلية، وغدا صباحا ضباب سيهم السواحل الشمالية والوسطى وسحب منخفضة كثيفة متوقعة جوار السواحل بين سيدي إفني والعيون، والصوب رياح نسبيا قوية على السواحل الوسطى والجنوبية وكذلك الأطلس الكبير. غدا بعد الزواج تكون السماء غائمة بالأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير وبالسفوح الجنوبية الشرقية وجنوب منطقة الشرق، وتطاير رمال محتمل بالجنوب الشرقي وكذلك بجنوب منطقة الشرق وأيضا جنوب البلاد. درجات الحرارة غدا صباحا ستصل 18 درجة بإفران وأيضا بأكادير، 27 بورزازات، 31 بالرشيدية، 22 بوجدة، و20 درجة متوقعة بكل السمارة ومدينة الداخلة. غدا بعد الزوال ستجرب 40 درجة بالرشيدية، 38 بالمدينة الحمراء مراكش، 27 بالدار البيضاء، 26 بالعاصمة الرباط، 34 بعروس الشمال طنجة، 26 بأكادير، و31 درجة مرتقبة بالعيون. كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟ يوم السبت سترتفع درجات الحرارة بالجنوب الشرقي ومنطقة الشرق وبالسهول الداخلية، وسماء ستكون غائمة بالأطلس الجنوب الشرقي وكذلك بجنوب منطقة الشرق. ويوم الأحد ستكون الأجواء حارة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الصحراوية وبمنطقة الشرق والسهول الداخلية، وضباب سيهم السواحل الأطلسية. يقول الدكتور تيدروس غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الحرارة الشديدة لا تزال تهدد الصحة في نصف الكرة الشمالي، حيث تعاني أجزاء من أوروبا من ارتفاع درجة الحرارة وتكافح حرائق الغابات، في إشارة إلى تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 61 ألف شخص لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالحرارة في 35 دولة أوروبية العام الماضي، عندما شهدت القارة الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق. منظمة الصحة العالمية قلقة أيضا بشأن تأثير الظروف المناخية القاسية على الأشخاص النازحين والذين يعيشون في البلدان المتضررة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.